إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتوصل بالجديد لحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم خوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا جو فوت بريس. في هذا الفيديو غادي تشوفوا ملخص كامل المباراة الرجاء البيضاوي ضد فريق الكويت الكويتي في الدور الاول من كأس العرب كأس الملك سلمان. المباراة اللي انتهت بفوز فريق الرجاء البيضاوي عن جدارة واستحقاق، وكانت الاداء والنتيجه يعني تنظن هذا المدرب ديال الرجاء البيضاوي حاليا يعني جوج ماتشات اللي دار صراحه عجبني الاداء ديالو، عجبني ايضا الاداء ديال الرجاء البيضاوي، فتنتمناو التوفيق ان شاء الله لجميع الفرق المغربيه. المهم الخوت بعد الفوز الثاني على التوالي للرجاء البيضاوي تيتاهل دابا رسميا للدور المقبل من بعد ما فاز على شباب بلوزداد الجزائري واليوم على الكويت الكويتي. وبهذا الفوز ديال الرجاء البيضاوي فريق شباب بلوزداد رسميا تيتقصى من المنافسه. نخليكم اخوتي تشوفوا الملخص والاهداف ديال الرجاء البيضاوي ونتلاقاو في الاخر الفيديو. ما تنساوش اللايك باش الفيديو يوصل للمغاربه كاملين. بركب الصدارة أم سأغادرها؟ سنبحث ونشاهد والتسديد. الكويت يبدأ أولا، العميد لا يتأخر، العميد التاريخ الرجل أن يفعل ذلك، لكن سنشاهد الرجاء الآن يحاول لكن الكرة بعيدة. نجم البحريني، لكن هنا نجومية الرجاء، نجومية الرجاء، قوة الرجاء. الكويت قادم من خسارة كانت مؤلمة، كانت قاسية من أمام الوحدة الإماراتي بهدفهم، مواجهة من أمام اتحاد المونستير، بينما هنا الوحدة الإماراتي كرة عرضية باتجاه المرمى طالت وانتهت إلى ركلة مرمى، بينما الوحدة الإماراتي وقت أرى بأنه توقيت مثالي جدا. كرة ملعوبة إلى الأمام، محاولة التقدم، المرور، التسديد خطيرة للرجاء لكن الكرة بتعود وعبد الكثير الشيء الكثير بالنسبة لبونياك. شوفوا ياسين، شوفوا ياسين، شوفوا ياسين، أوه المغرب. كرة باتجاه نوفل زرهوني، كرة جميلة بالجهة اليمنى. الرجاء في الهجوم، الرجاء يقترب بيعرض لكرة مع أيضا السيد خالد الغانم وأبناء الغانم بيقدمون النجاحات الكبيرة جدا مع الكويت. الزنكي الآن من أجل نجاح كويتي في هذه اللحظات. الكرة الثابتة الآن لدى طلال الفاضل، عرضية رأسية، والكرة اللي بتعود من جديد باتجاه نوفل زرهوني، فيها التحول السريع، فيها الرجاء في الهجوم، فيها رجاء الشعب من أجل إسعاد الشعب. كرة بعيدة جدا لم تصل، وصلت إلى نوفل زرهوني، مهاري ولعيب، الكرة فيها التدخل وفيها الحديث مع حكم المباراة ومع اللاعب أيضا بلال عيفة، لكن الانفراد موجود، التقدم خطير جدا. الرجاء يقترب من الضربة الأولى لكن يبدع في التصدي، يبدع في الإبعاد عبد الرحمن كميل. هذه الكرة اللي كانت ما بين التونسي وما بين المغربي، ما بين كرة عرضية خطيرة بحثا عن رحيمي، محرر ياسين يا لعيب، وصلت إلى سامي، عرضية كويتية. الله، فيصل استلم، فيصل سدد، تأخر، عرض لمين يا فيصل؟ كرة وصلت في وسط الملعب. رجاء الشعب يبحث عن إسعاد الشعب، وصلت إلى بن طايق، عرضية رأسية خطيرة لكن هنا الهاجري، لكن يا رحيمي هنا فهد الهاجري، هنا الاسم الخبير، هنا الاسم الكبير، هنا الاسم الثقيل في خط الدفاع، صاحب 31 سنة، اللاعب اللي بيقدم رجوية إلى الأمام، عرضية تتخلص، تصل عبد الرحمن كميل، صافرة ولا لا؟ لم يترجى ليسري بوزوك، وصلت إلى روجر أهولو، تمريرة إلى نوفل زرهوني، سدد زرهوني، قوية زرهوني، يملك قدم يسرى، تعرف طريق المرمى جيدا، أعرف جيدا، شاهدت مع الحزم في مباريات كثيرة. حقيقة أن واحد من الأسماء المغربية المميزة والمميزة على الإطلاق حقيقة. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا في وطننا العربي الكبير في كل مكان، الرجاء في الهجوم وعبد الرحمن كميل لكراتهم بالمرصاد ويقول لهم ليس بعد، فالشوط الأول لن تتمكنوا من الوصول إلى الشباك. عازي والحسين أيضا المميز الآخر حسين رحيمي، كرة في الجهة اليمنى. الرجاء يبدأ الشوط الثاني من أجل التسجيل كما نشاهد فيه الرجاء، سنشاهد فيه ياسين إلى فيصل إلى طه، الكرة
عدت يا الكويت، عدت يا الكويت من أجل التأهل، وهو ينتظر نتيجة إيجابية تأتيه من الشقيق الإماراتي الآخر، لكن اليوم عليه أن يخدم نفسه، لأن الرجاء كان على مقربة من أن يفتتح التسجيل. الرجاوي كاد أن يحقق مطالب شعب الرجاء، الكرة القوية اليسرى، التقدم مرة أخرى باتجاه إسماعيل مقدم، حلوة التمريرة إلى نوفل، زرهوني عرضية خطرة، جول! الرجاء يسعد شعب الرجاء، الحسين رحيمي يقدمهم بالهدف الأول. الضربة الأولى تأتي مع بداية شوط المباراة الثاني. العمل كان من نوفل، العرضية من الزرهوني، النهاية من رحيمي. رجاء الشعب يسعد الشعب ليتقدم الرجاء، لتحلق النسور الخضراء. شوفوا التمريرة من إسماعيل، يا سلام، والعرضية من الزرهوني، والنهاية الأمام. التمريرة وصلت في الجهة اليسرى، التقدم موجود، محمد أزريدة لبن طايق، خطيرة، الله، فرصة كبيرة. هذا الحسين رحيمي صاحب 21 سنة فقط، اللي يسجل إلى الأمام. التقدم، لعيب، الوصول، التمرير، الله، خطيرة، فرصة جول، الله على اللعبات، الله على التمريرات. هذه لازم تكمل في المرمى، لأن كرات الرجاء جميلة، لأن نقلات الرجاء راقية جدا. محمد بالكسوت، العمل والتمرير، والنهاية في الأخير سعيدة لمصلحة الرجاء. ورجاء الشعب يسعد الشعب عن طريق أزريدة، والرجاء يزيد في غلة التهديفية. أزريدة، والرجاء يتقدم بثري الأهداف. ضربتين على رأس الكويت مؤلمة، ضربتين في شباكهم قاسية. عبد الفتاح، يا سيد بونياك، الكرة العرضية خطيرة، يعود الكويت، لكن ليس الآن يا ياسين، ليس الآن. فرصة كبيرة، كادوا معها أن يعودوا، كادوا معها أن يقلصوا الفارق، لكن نشوف اللقطة. كرة طه ياسين، طالب بركلة جزاء، لا زالت مع ياسين، مع العمري عرضية، لكن حارس المرمى أنس اللي كسب كل فرق المغرب في المواجهات المباشرة. الآن التسديد، الآن الفرصة الكويتية تأتي إلى ركلة مرمى رجاوية. الفرصة من دحام، لعيب وموهوب وشاب صرا مكان الحسين رحيمي، لكن الآن الرشيدي، فرصة للكويت. لحظة صادمة للفريق، تأخرت فيها، لكن عدى، لكن تقدم مرهون، لكن مرهون يراهن على مهارته، يراهن على نفسه، يراهن على إبداعه. كان ممكن يمشيها في هالوقت لطه ياسين، حتى طه ياسين خنيسي كان زعلان من تأخر محمد مرهون، ومرهون راهن على نفسه لكنه لم يصل إلى شباك أنس الزنيتي. وأن الأمور حسمت، وأن الكويت سيكون ثالث المغادرين. ما أصعبها من مغادرة. الزرهوني الثالث قريب، الله، فرصة كبيرة ليسري بوزوك، وبوزوك يسقط مع التدخل. بلال عيفة، شوف اللقطة، شوف أنس الزنيتي، لعبة جميلة باتجاه نوفل زرهوني، وعد نوفل هو عارف اللي عليه، عارف أدواره القادمة. وشوف التدخل من بلال عيفة، التدخل، وحلوة للكويت، ياسين، المين يا ياسين، المين، وفريق جزائري بحجم شباب بلوزداد. الكرة بتعود الثابتة، عرضية إلى الأمام، فرصة لكنها بعيدة جدا، انتهت إلى ركلة مرمى.
السلام عليكم خوتي الاعزاء، الناس اللي باقي ما اشتركوش في قناه جو فوت بريس يمكن لهم يدعمونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما لا حطينا شي فيديو يوصل عندكم نتوما الاولين. كما شفنا خوتي مباراه الرجاء البيضاوي ضد فريق الكويت الكويتي في كاس الملك سلمان، المباراه الثانيه على التوالي اللي تيفوز بها فريق الرجاء البيضاوي عن جداره واستحقاق. واليوم الاداء كان احسن من المباراه الاولى ضد شباب بلوزداد وتيفوز بجوج مباريات. وبهذا الفوز هذا فريق الرجاء البيضاوي تيتاهل الدور المقبل من كاس الملك سلمان، يعني بلا ما يحتاج يلعب المباراه الثالثه اللي غتكون مباراه قويه ضد فريق الوحده الاماراتي اللي فاز اليوم على فريق شباب بلوزداد. وبهذا الفوز ديال الرجاء تيتقصى شباب بلوزداد رسميا من المسابقه لانه خسر جوج مباريات. المهم الخوتي فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب زين باور، الصراحه المدرب الالماني تيبان ليا مدرب محنك، مدرب مزيان عنده شخصيه قويه، فتنتمنى يبقى غادي بحال هكا لان تنشوفوا التغييرات اللي تيدير في المستوى وتا التشكيله الرسميه اللي دخل بها اليوم كانت تشكيله مزيانه، وملي تيدير لك شي تغيير تيدير تغيير ايجابي. المهم اخوتي تنتمنوا التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء البيضاوي وايضا لفريق الوداد البيضاوي. بغينا نشوفوا الفرق ديالنا بجوج غاديين لابعد مرحله في هذه المسابقه هذه، وكما تنعرفوا بان فريق الرجاء البيضاوي هو حامل اللقب ودابا تيفوز بجوج مباريات. تنتمنوا الفوز ايضا واخا تكون المباراه الثالثه ضد الوحده الاماراتي، يعني مباراه تشكيليه، ولكن تنتمناو ان الرجاء البيضاوي يفوز فيها باش ياكد بانه يستحق يعني هذا التاهل هذا، وان شاء الله يمشي مزيان الرجاء البيضاوي في الطريق الحفاظ على اللقب ديالو. علاش لا نشوفوا النهائي ان شاء الله بين الوداد والرجاء. خاص الوداد دابا حتى هي يعني تحمرنا وجهنا وتاهل ان شاء الله. خوتي الاعزاء تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.